فاليوم لا سبيل لكما من الرحمة ولا نصيب لكما من الرأفة. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من ماهر السيد هنيدي أبو خليل ونيرة محمد أنور حمودة بالإعدام شنقا عما أسند إليهما. قضية من القضايا التي تجعل كل من يسمع أحداثها يندهش، ليس لأنها جريمة خيانة وقتل من الدرجة الأولى، وليست لأن نهايتها كانت بشعة وقد أودت بحياة الجناة إلى السجن أو الإعدام، بل لأن الجاني يتمتع بنوع من الجرأة لم يعهدها أحد. قصة جريمة حقيقية حدثت بمحافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية. بدأت أحداثها في عام 2017. نيرة محمد زوجة مصرية تبلغ من العمر 20 عاما، تقيم في محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية. وعلى الرغم من أنها تنتمي إلى أسرة بسيطة، إلا أنها كانت من بين الفتيات اللاتي يمتلكن طموحا أكبر من المعتاد، فكانت ترى نفسها الأفضل في عائلتها والأفضل بين صديقاتها، وكانت ترى بعينها أنها تستحق أن تحيا حياة هي الأفضل. كانت كلما تقدم لها أحد الشبان يطلب الزواج كان الرد الرفض، ولم يكن الرفض بسبب نقص في أخلاقه أو عدم تدينه أو نقصان رجولته، بل كان السبب الرئيسي في رفضها هو أنه لا يملك المال الكافي لتلبية طلباتها، ولا يستطيع أن يوفر لها الحياة التي تحلم بها، فهي لم تكن تبحث عن حب ومودة ورجل صالح وفقط، بل كانت تبحث عن مال ورغد عيش وحياة تشعر فيها بأنها ملكة لا يرفض لها طلب. إلى أن تقدم لها نادر السيد هنيدي، وهو يعمل صيادا ورجل يكسب بشكل جيد، ومعروف أن لديه أرضا ويؤجرها، وبذلك يكون لديه مصدران للدخل: الصيد وإيجار الأرض. وافقت نيرة على الزواج من نادر على الفور، وخلال 6 أشهر تزوجا وعاشا لمدة 2 سنين، وكانت الحياة بينهما جيدة جدا طالما المال موجود وطالما طلبات نيرة تنفذ. وخلال هاتين 2 سنين رزقهما الله بطفلين، وصارت المصاريف زائدة على نادر، فبدأ يحاول البحث عن عمل آخر ليغطي المصاريف. واضطر نادر أن يعمل في تجارة غير مشروعة، حتى ألقي القبض عليه سنة 2020 في قضية تجارة مخدرات وتجارة أسلحة، ولكن كان واضحا أن الأدلة لم تكن كافية، ولذلك حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات. ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياة نيرة، وصارت تحت مسؤولية كبيرة، فعندها طفلان وتحتاج للإنفاق عليهما. استغلت علاقات زوجها كصياد، وبدأت تعمل في تجارة السمك، فتنزل سوق الجملة وتشتري السمك بكميات، ثم تبيعه في السوق وتعود بالمال للإنفاق على بيتها وأطفالها. واستمر هذا الحال لمدة 1 سنة، حتى ظهر ماهر السيد هنيدي أخو زوجها نادر، وطلب منها أن تبقى في البيت، وأنه سيتكفل بكل مصاريف البيت واحتياجات الأولاد حتى يخرج أخوه من السجن. وطبعا وافقت نيرة، ورأت فيه رجلا شهما يريد أن يتحمل مسؤولية أخيه. وبمرور الوقت بدأ ماهر يكثر الزيارات، ونيرة كانت مسرورة، فالمال يأتي إليها وكل طلباتها وطلبات أطفالها تنفذ، إلى أن قال لها ماهر: ما دام هو الذي يتحمل كل شيء فيجب أن يأخذ حقه، وبشكل صريح، أي يريد أن يعاشرها مثل الأزواج. والمفاجأة الكبيرة أن نيرة لم ترفض طلبه، ولم تبدي أي استياء، بل على العكس تماما. لقد وافقت نيرة وبدون أدنى تردد، ونسيت زوجها ومحنته، وفكرت: لو أنها رفضت هذا الأمر سوف تحرم من المال والحياة التي تعيشها الآن، وسوف تعود مرة أخرى للعمل في سوق السمك. ولقد نسي ماهر أيضا نخوة الأخوة وصلة الدم، ولم يفكر في أخيه ابن أمه وأبيه، ولم يفكر أن تلك تسمى خيانة وحرام شرعا. الأخ يعيب ما يعيبه ويزين ما يزينه، أخوك
وبدأت العلاقة بينهما تحدث بشكل كامل ومستمر، سواء كان الأولاد موجودين أم لا، وظل الأمر طبيعيا أمام الناس، فهو أخو زوجها. وبعد شهرين اكتشفت نيرة أنها حامل، فاتصلت بماهر لتخبره، فكان رده غريبا. قال لها: لست معنيا بذلك، وعليك أن تتصرفي وتعرفي أنت حاملة ممن. صدمت نيرة من رده، وقررت أن تعالج الأمر وحدها، فجلست مع إحدى صديقاتها وحكت لها ما حدث دون أن تخبرها بأن الذي فعل ذلك هو ماهر. واقترحت عليها صديقتها أن تذهب إلى طبيب لتجري عملية وتتخلص من الجنين. كل ذلك وماهر قد اختفى تماما، وانقطعت زياراته، واختفت معه كل الرجولة والشهامة. وذهبت نيرة إلى أكثر من طبيب، وحاولت إقناعهم بأنها تمكنت من الحصول على خلوة شرعية مع زوجها داخل السجن، ولما حدث الحمل قررت أن تتخلص منه بالاتفاق مع زوجها، لأن المصاريف ستكون كثيرة عليهما. ولكن لم يقتنع الأطباء بحديث نيرة، ورفضوا جميعا المشاركة في تلك الجريمة، وقالوا لها إن هذا التصرف محرم، وهم لا يعلمون أصلا أن نيرة كانت تعيش في الحرام. تركت نيرة الحمل يستمر حتى بلغت الشهر السابع، وبدأت ترتدي ملابس واسعة لكي لا يلاحظ أحد عليها شيئا. وخلال هذه الفترة قللت من زياراتها لزوجها في السجن، إلى أن أوقفتها تماما حتى لا يعرف شيئا مما حدث. وفي كل مرة لا تذهب فيها للزيارة كانت تخترع ذريعة جديدة. وعندما اقتربت الأيام الأخيرة قبل الولادة اتصلت بماهر وطلبت منه أن يساعدها. وقرر ماهر أن يقف إلى جانبها، ولكن الحقيقة أنه كان يخطط للتخلص من الجنين، فأخذها إلى مستشفى حكومي ودخل ليجري عملية ولادة قيصرية، وتلقت نيرة تخديرا كليا لإجراء العملية. وبعد أن أفاقت من التخدير سألت عن المولود الذي ولدته، وهي كانت بنتا، فقال لها إن بنتها قد أدخلت العناية المركزة لأنها تحتاج إلى رعاية خاصة، وطلب منها أن تعود إلى البيت، وفي خلال يوم أو يومين سيذهب ليستلم الطفلة ويحضرها لها، وفي تلك الحين سيقرران ماذا سيفعلان بها. وبعد يومين سألت نيرة ماهرا عن الطفلة، ولكنه قال لها إنها توفيت في الحضانة، وأنه استلمها جثة وذهب بها إلى مقابر الصدقة ودفنها هناك. طبعا لم تصدق نيرة ما قاله، وكانت متأكدة أنه إما باعها أو قتلها، ولكن في كلتا الحالتين لم يكن يهم نيرة ما حدث، فالأهم عندها أنها حلت المشكلة التي كانت فيها. وانقطعت العلاقة بين نيرة وماهر لمدة 5 أشهر كاملة، وفي تلك الفترة لم تكن نيرة تعلم ماذا تفعل، حتى اتصل بها ماهر مرة أخرى، وعادت العلاقات كما كانت وبشكل أكثر. وبدا أن الستر الذي مر كان غير مرض لهما، فعاشا معا لمدة 6 أشهر أخرى، ولكن نيرة كانت تأخذ احتياطاتها حتى لا يحدث حمل ثان. وفي تلك الفترة نشأ حب شديد بينهما، وصارا لا يعرفان كيف سيتصرفان عندما يخرج زوجها من السجن. وبعد مرور 4 أشهر، وتحديدا في سنة 2023، أكمل نادر فترة الحكم وخرج من السجن وعاد إلى بيته. عندما رجع نادر إلى البيت كان يشعر بنظرات الناس واستغراب الجيران، حتى سأل بعض المقربين منه فأخبروه بأن تصرفات نيرة مع ماهر كانت غريبة، وأن ماهرا كان يزور البيت في أوقات متأخرة وبشكل متكرر. وأضافوا أنهم يشكون في وجود شيء غير طبيعي بين نيرة وماهر. وعندما واجه نادر نيرة بما سمعه أثارت معه مشكلة كبيرة، وقالت: كيف تشك في؟ وكيف تشك في أخيك الجدع الشهم الذي تحمل مسؤوليتنا وأنت في السجن؟ ونادر على الرغم من أنه لم يكن مقتنعا بما سمعه، إلا أنه لم يكن لديه حل آخر،
فجلس يتحدث مع أخيه ماهر، وسمع منه نفس الحديث، فاغتاظ جدا من اتهام أخيه له. ومر الأمر بهدوء، ومر شهر واحد على خروج نادر من السجن، فعاد للعمل في أرضه الزراعية التي يؤجرها للناس، وعمل عندهم كحارس للأرض وللمحاصيل الزراعية التي فيها. والمصيبة الكبرى أن نيرة وماهرا لم يكتفوا عند هذا الحد، ولم يقطعوا العلاقة المحرمة التي بينهم، ولم يخافوا من خروج زوجها، ولم يحسبوا له أي حساب. على العكس، بقيت العلاقة بين ماهر ونيرة مستمرة، وكانت نيرة تبادر بمكالمة ماهر كلما خرج نادر من البيت، فيأتي ليقضي معها الوقت حتى يحين وقت عودته. إلى أن قال ماهر لنيرة إنه لا يستطيع الاستغناء عنها، وأنها يجب أن تطلب الطلاق من أخيه ليتزوجها. ففعلت نيرة ذلك، واستغلت الخلافات الدائمة بينها وبين نادر بسبب شكه المتواصل فيها، وطلبت الطلاق، ولكن نادرا رفض ذلك من أجل الأولاد، وأيضا لأنه كان متأكدا من وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أخيه. وهنا قرر ماهر ونيرة أن يقتلاه، ولكن بطريقة تظهر الجريمة على أنها حادثة طبيعية، أي أن نادرا أثناء حراسته في الأرض الزراعية ليلا تعرض له مجموعة من اللصوص وقتلوه، والأهم هو قتله، فرتبوا كل شيء. كانت نيرة تبلغ ماهرا بكل تحركات زوجها، واتفقوا على ذلك اليوم أن تذهب معه إلى الأرض الزراعية ليلا، وأن يمر ماهر عليهما بالصدفة، وعندما يجلسون يقوم ماهر بالتصرف ويقتله. وبالفعل ذهبت نيرة مع زوجها إلى الأرض الزراعية ليلا، وبينما هما جالسان مر ماهر عليهما بذريعة الصدفة، وبعد قليل أمسك بالجرف الزراعي وضرب نادرا على رأسه ضربة قوية، ولما تأكد أنه فارق الحياة أخذ حجرا من الأرض وأخذ يضربه على رأسه أكثر من مرة ليتأكد تماما من وفاته، ثم غير ملابسه وغادر كل منهما إلى بيته، وتأكد ألا أحد رآهما. وفي صباح اليوم التالي وجد الفلاحون جثة نادر، فأسرعوا إلى بيته ليبلغوا زوجته، واتصلوا برجال الأمن الذين تحركوا على الفور. وعندما وصلت نيرة ورأت جثة زوجها أصابها الانهيار أمام الناس وكأنها لا تعلم شيئا. ودخل رجال الأمن وخبراء البحث الجنائي لتحديد ومعرفة سبب الوفاة، وبدأ الأمن في التحقيق مع نيرة، وسألوها عما حدث في ذلك اليوم، فقالت لهم إنه نزل كعادته إلى عمله، وأن من الطبيعي أن يعود في الصباح بعد أن ينهي فترة حراسته، وأنه أحيانا يتأخر لأنه يقابل بعض أصدقائه ويجلس معهم قليلا. وفي الوقت نفسه كان رجال الأمن يجرون بقية التحقيقات والبحث الجنائي، والذي كشف لهم عن مجموعة كبيرة من المعلومات. أولها أن عددا كبيرا من الشهود أكدوا أنهم رأوا نيرة في ذلك اليوم ليلا مع نادر وهما ذاهبان إلى الأرض، وهذا يخالف ما قالته نيرة من أنها كانت جالسة في البيت. والمعلومة الثانية أن عددا كبيرا من الشهود أكدوا أن هناك علاقة غير طبيعية بين نيرة وماهر. والمعلومة الثالثة والأهم أن نيرة كان يبدو عليها أنها حامل، فبدأ رجال الأمن في جمع الأدلة، وتوصلوا إلى الأوراق الرسمية المسجلة في المستشفى، وعرفوا أن نيرة دخلت المستشفى في حالة ولادة، وأن الشخص الذي كان معها في ذلك الوقت هو ماهر. وعندما حقق رجال الأمن مع ماهر أنكر كل ما قيل، ولما واجهوا نيرة بوثائق المستشفى أنكرت في البداية، حتى اضطرت للاعتراف بكل شيء، وتم القبض على ماهر ومواجهته. وخلال التحقيقات
بدأ ماهر ونيرة يتهمان بعضهما البعض، فكل واحد منهما اتهم الآخر أنه كان السبب في الجريمة. وقالت نيرة: أنا فعلا أخطأت معه في البداية، ولكن ليس لي علاقة بموضوع الجثة، ولم أحملها، ولا أعرف أنه كان ينوي القضاء عليه ولا أي شيء من ذلك. أنا لم أرد أن أضر زوجي، ولم أتفق معه على قتله. ليته كان جاء وأخبرني، ولكني لا أعرف أنه كان ينوي القتل. وبعد فترة من المحاكمات تم إصدار الحكم العادل، وحكم عليهما بالإعدام. يا لها من زوجة خانت نفسها وخانت زوجها، وتسببت في تدمير أسرة بكاملها. ويا له من أخ لم يرحم أخاه، حتى ولو كان الأخ مجرما فلقد خانه وباع شرفه وعرضه، بل أكثر من ذلك فقتله وهشم عظامه. تعلمنا من هذه الجريمة البشعة أن الاختيار الخاطئ من البداية قد يدمر كل شيء، وأن الزوجة يجب أن يتم اختيارها بعناية. وإذا كنت قد اقترفت الخطأ في اختيارك وقد علمت من البداية ذلك، فيجب عليك أن تنزل من القطار سريعا، حتى ولو أفقدك ذلك كل شيء. والأخ الذي خان وقتل أخاه، فلا نستطيع إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.